بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكم على قناتكم مع أم سيري للطبخ والحلويات. إن شاء الله تكونوا بخير. الوصفة تاع اليوم طريقة تحضير الرشتة راح نحضروها بالدجاج. كاين وصفة على قناتي طيبتها بالمرقة بيضاء واللحم والكفتة. اليوم حبيت نشارك معكم هذه الوصفة، يعني نقولوا تقريبا اقتصادية، طيبوها غير بالدجاج وتجيب لينا هايلة. إن شاء الله تعجبكم هذه الوصفة تاع اليوم. الطريقة كيف تحضروا الرشتة، العجينة تاعها كيف تخدموها، كيف تحتفظوا بها، وكيف تنشروها، يعني كيف تشيحوها. كاين فيديو على قناتي الفيديو بالتفصيل. هنا نرجعوا للوصفه تاعنا. عندي هنا كميه تاع الدجاج، الفلفل الاسود، الملح، كميه تاع السمن وكميه تاع الزيت، هكذا باه تجي المرقه بنينه. انا حطيت هنا طريف تاع اللحم، يعني تاع القص تاع الغنمي. اللي تحب تحط طريف تاع اللحم، تحبوا تخدموها غير بالدجاج، يعني انا حطيت هذاك الطريف تاع القص باه يعطيني البنه في المرقه. نخليوها تتقلى كما قاعد نشوفوا فيها. يعني الدجاج كنقليوهم كنملحوهم المره الاولى مع الفلفل الاسود، هكذا يتقلاو ويجيونا بنان. بعد ما تقلاو يعني مده قصيره راح نزيد نضيف الكميه تاع البصل. هنا الكميه تاع البصل، كميه تاع الدجاج كل وحده تحط على حسب افراد العائله تاعها. الكميه تاع البصل يعني كي طيبوا كميه كبيره تقدروا تحطوا 2 حتى 3 حبات تاع البصل. وكي تكون كميه قليله، يعني كي تكون عندكم من عائله قليله، يعني تقدروا تحطوا حبه بصل تكفي. هنا خليت كل شيء يتقلى مع بعض. انا الفيديو تاعي راني سرعت فيه، يعني خليت البصل زاد تقلى مليح. هنا ضفت 2 حبات تاع الطماطم تاع الحب. كنضيفوا الكميه تاع الطماطم تاع الحب المرقه تجينا خاطره وتجي تاني بنينه. اللي ما عندهاش الطماطم تاع الحب تقدروا تعوضوها بنصف ملعقه كبيره طماطم مصبره. هنا خليت كل شيء يتقلى مع بعض، يعني بعد ما شفتها نشفت زدت ضفت لها كميه قليله تاع الماء سخون. لازم دائما نضيفوا مرة على مرة، الماء لازم يكون سخون هكذا باه المرقة تجينا خضراء والمرقة تجي بنينة تاني. هنا عندي الكسكاس اللي راح نفور فيه الرشتة. الكسكاس اللي نفورو فيه الرشتة دايما ندهنوه بالزيت. يعني من الأحسن أي كسكاس نفورو فيه العجائن الرشتة أو تخشوخة ندهنوه بالزيت باه ما يلصقوش في الكسكاس. هنا الرشتة هذه يعني مخدومة تاع الدار، مخدومة بالدقيق نوعية جيدة. هنا عندي كمية تاع الزيت، أنا حطيت الرشتة نحطو كمية هكذا تاع الزيت. انا حضرتها، يعني كنت هنا مزروبه. عندي هنا كميه تاع الخردل او تاع اللفت، يعني حبه رحيتها هكذا وحطيتها في المرقه باه تجيني المرقه بنينه وتجي خاطره ثاني. وهذوك الحبات من بعد نزيدو نضيفوهم في المرقه. خليت كل شيء يتقلى مع بعض. شوفوا يعني البرمه تاعكم كي تقليوها مليح، يعني راح تجيكم بنينه هايله. هنا بعد انا ما تقلى كل شيء مع بعض زدت ضفت الكميه تاع الماء سخون، يعني مرقت به. هنا كان راح الحال، يعني انا قسمت هنا في الكوكوط حطيت كميه تاع الحمص وهذا الطرف تاع اللحم مع كميه قليله تاع المرقه. راح نقفل عليه في الكوكوط هكذا باه ما تطولش، يعني الحمص طيب. والمرقه الاخرى خليتها في البرمه، حطيت فوقها رشته فور. الرشته هنا دائما نغطيوها كما تعرفوا الرشته تكون يابسه. كي تغطيوها هكذا راح تفور يعني هذاك البخار باه تجيكم طريه تطرى ليه. هنا الرشته تاعي انا بعد ما فورتها شوفوا كيف نتحصلوا عليها. الرشته كي تكون مخدومه بالدقيق او بالسميده راح تجيكم هايله، يعني كي تجمروها تجي حاكمه في بعضها وما تجيكمش عجينه. هنا حطيت الكميه تاع الماء بارد، يعني رشوا به الكميه تاع الرشته اللي تكون عندكم. هنا الرشته تكون سخونه او تكون بارده عادي، يعني حطوها الكميه تاع الماء بارد وخليوها حتى تنشف مليح. شوفوا انا هنا خليتها حتى نشفت مليح. راح نزيد نعاود نفورها. المره الاولى دهنتها بالزيت فورتها، والمره الثانيه حطيت لها كميه تاع الماء. بعد خليتها شاحت مليح راح نرجعها تفور. هنا بعد ما فارت شوفوا كيفاه نتحصلوا عليها. هنا خليوها تفور مليح. كي تشوفوا البخار طلع فيها حسبوا مدة 5 دقائق، يعني ونحيوها من الكسكاس فرغوها. هنا شوفوا الكسكاس كندهنوه بالزيت كيفاه الرشته ما تلصقش فيه. نفتحوها هكذا من بعضها، لازم دايما بالفراشط او باليد. هنا كانت سخونه عليها قاعده نخدم يعني بالفراشط هنا كما قاعد تشوفوا فيها في الصوره. انا بعد ما فتحتها المرقه هنا الدجاج طاب نصف طياب، نضيفوا الكميه تاع الخردل او تاع اللفت. خاصة الخردل خيرو النوعية اللي تكون حلوة هكذا باه المرقة تجيكم بنينة. انا حطيت لها هنا كمية تاع الجريوات تاني. نهز كمية تاع المرقة مع كمية تاع زبدة تاع البقرات، وراح نزيد نرش بها الرشتة. يعني كيما شفتوا المرة الأولى فورتها بالزيت. المرة الثانية حطيت لها الكمية تاع الماء عاودت رجعتها تفور. بعد ما نحيتها زيد ضفت الكمية تاع المرقة وتاع الزبدة هكذا ندهنوها مليح. انا الزبده يعني باه ما نكثرلهاش ليدام، المره الاولى ما حطيت لهاش ليدام. ليدام انا نحطو هنا مع المرقه ومن بعد نزيدو نرشو الرشته، يعني هكذا الكميه راهي كافيه. الرشته كي تحطوا لها المرقه او الكميه تاع الماء ما تكثرولهاش بزاف علاه تجي رقيقه ما تشربش بزاف. هنا انا الرشته تاعي خليتها تنشف ومن بعد عاودت رجعت تشوفوا الحمص بعد ما فتحت يعني الكوكوط لقيتها طابت. راح نخلطها درك مع المرقه تاع الدجاج.
هنا الدجاج كان طاب، انا نحيته، حطيت حبات تاع الجريوات كما قاعد نشوفوا فيهم. يعني تقدروا تخدموا الطريقه تاع الفيديو السابق اللي نزلته في القناه، او تقدروا تخدموا بالطريقه هذه، صدقوني يعني تجيكم بنينه هايله. هنا المرقه تاعي كما شفتوها. هنا نعاودوا نرجعوا للرشته. الرشته بعد ما شاحت لازم نخليوها تنشف مليح، يعني حتى تشرب المرقه هذيك. وفوروها باه كي تفوروها من بعد كي تجمروها تجي كل حبه وحده، يعني ما تجيكمش معجنه. خليتها فارت مليح والمرقه راهي طابت. يعني درك كي نحي هذه الفوره الاخرى نخلي الرشته تاعي تبرد ومن بعد نجمرها بالمرقه. شوفوا هنا الرشته بعد ما كملت لها الفوره الاخيره. هنا نحيوها، المرقه راهي طابت، قاعده نصفي فيها. كما شفتوا المره الاولى الطماطم تاع الحب يعني رحيتها وحطيتها ما صفيتهاش. وشوفوا هنا كي تلقاو المرقه تاعكم فيها بزاف ليدام تقدروا تصفيو هذاك ليدام، يعني اللي ما يحبش ليدام تقدروا تنقصوا منه. يعني كاين اللي يقولك هذا هو ليدام اللي يجي بنين، وكاين اللي ما يحبش ليدام اللي بزاف نقصوا يعني كميه قليله منه. وهنا نجمروا الرشته لازم كي تجمرها تكون في حاجه تكون كبيره كما نقولوا ما تجيش محشوره. حاجه تكون وسيعه كما كنشوفوا فيها هكذا باه ما تلصقش في بعضها وما تجيكمش معجنه. نحطوا الكميه تاع المرقه نحطوا غير بالعقل برك. النار تكون متوسطه ومره على مره نخلطوها. يعني شوفوا هنا الكميه تاع المرقه على النوعيه تاع الدقيق تاع درك شويه تخوف، يعني لازم دائما نحطوا هكذا بالعقل وعينا ميزاننا. نحطوا الكميه تاع المرقه كي نشوفوها شربت كي نذوقوا، لو كان لقاوها طريه ما نزيدولهاش المرقه. وكي تلقاوها مازالت ناقصه يعني مازالت شويه يابسه تقدروا تزيدوا لها الكميه تاع المرقه. هنا انا جمرتها شوفوا كيفاه تحصلنا عليها، يعني هنا راهي مليحه في المرقه راهي شربت. زدت لها انا المرقه المره الثانيه. هنا تقدروا الرشته تاعكم ما تجمروهاش بزاف باه ما تسلقش روحها، خاصه كي تكون نوعيه تاع الدقيق مش مليحه. انا هنا زدت لها كميه قليله تاع المرقه يعني وقاعده نسربي فيها. هنا كيما شفتوا زدت لها كميه قليله تاع المرقه هكذا باه تجيني طريه ما تجينيش ناشفه. هنا الرشته ما تخليوهاش تجمر بزاف كيما قلت لكم باه ما تسلقش روحها. وهذه هي الوصفه تاعنا النهائيه، صدقوني يعني جات بين عسل. ان شاء الله تجربوا هذه الطريقه ومع السلامه.